ضيفنا اليوم هو القط لالو. صوت خرج من بين أكوام الملابس البالية من تحت سجادة مبللة بماء الجافيل، شاهد على ما لا يحكى. لالو، نصغي إليك. تحياتي للجميع. أتعلم يا دكتور، ما زالت إحدى قدمي تفوح منها رائحة العفن الذي جمعته من وشة الخياطة المتهالكة التي تديرها سميرة الززوار. قالوا لي إنها تعمل في الخياطة، والحقيقة أنها ترقع الأحلام البالية بحرق مهترئة. وكانت تزعم أنها تعرف أمراء الخليج، فإذا بنا نكتشف أن أقرب أمير تعاملت معه كان بائع خبز هندي في أحد الأقبية الرطبة. نعم، وقد أهداني قطعة باجت مكسورة حينها، وقال لي: لا تخبر المذكورية، إنها تقول إنني أمير، وأنا بالكاد أملك فرنا يعمل بنصف طاقة. لالو، تقول التقارير إن سميرة جاءت من المغرب، من منطقة تدعى الجارة، عبر قوارب الموت انطلاقا من ليبيا، هربا من الماضي، لكنها صنعت جحيما جديدا لك في الحاضر. ما رأيك؟ نعم يا دكتور، من قوارب الموت إلى مطبخ الموت. كانت تقول إنها هربت من الفقر فصنعت لي غرفة لا يدخلها ضوء. كانت تدعي أنها محسنة، بينما كانت ترميني بفطاط طعام معفون وتضحك وهي تقول للكاميرا: انظروا، لالو يرقص. وثمة فيديو مسرب من بث مباشر لها يظهر فيه بقايا السجائر بجانب مصحف مفتوح في نهار رمضان. هل رأيت ذلك بنفسك؟ كنت تحت الطاولة حينها يا دكتور، أختنق من دخان سجائرها وأتلو الأدعية في صمت. سميرة كانت تدعي الورع، وفي الخلفية علبة ملبورو ومصحف مفتوح على سورة المنافقين. أما عن قناتها على اليوتيوب فقد تحولت إلى مسرح للبكاء والعويل وادعاء الإحسان ومساعدات بالملايين. حدثنا يا لالو. كانت تظهر بملابس ممزقة كأنها خارجة من حرب، وتبكي: ساعدوني كي أساعد الآخرين. وأنا القط الجائع خلف الكاميرا أراقبها وهي تجمع التبرعات، ثم تشتري بها سجائر وصوص طماطم رخيص. قالت عني: قط محظوظ، وأنا بالكاد أجد موضعا أنام فيه دون أن ألتصق ببقعة زيت. إنها حازقة حازقة حازقة. الله يهديك يا دكتور. هل من كلمة أخيرة توجهها للمذكورية؟ أيها السادة المحسنون، أيتها الجمعيات الرفيقة بالحيوان، أنا القط لالو، لا أطلب أكثر من شربة ماء نظيف، وقطة شمس لا تسرقها الأوساخ، وكرامة لا تبتذل خلف كاميرا هاتف مكسور. لقد عشت مع سميرة الزيزوار التي تدعي الإحسان، وهي لا تحسن سوى تشويهنا واستغلالنا كديكور درامي على قناتها الموبوءة. تركتني أتعفن فوق سجادة مشبعة بالكلور، ألعق بقايا الكرامة من صحون بلاستيكية ذاب نصفها من حرارة الغبن. بل إن سميرة وتحت ستار اللعب كانت تبتكر طقوسا غريبة لا يفعلها عاقل ولا يرتضيها رحيم. كانت تضع مثلث الجبن الرخيص في أماكن حساسة من جسدها وتصرخ قائلة: لالك يشطح، لالك يلعق الحب. وأنا كنت فقط أحاول تنظيف جسدي من الذل. كان ذلك استغلالا بشعا، ليس فقط لجسدي بل لإنسانيتي، وإن كنت قطا. أناشدكم باسم